أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا حكايات مولى. النهاردة هنتكلم عن أول جريمة حصلت في مصر بالدارك ويب. حصلت في شبرا الخيمة، تحديدا في عزبة عثمان، وكان ضحيتها الطفل أحمد محمد سعد. الجريمة دي حصلت يوم 15/4/2024. تعالوا معايا أحكي لكم موضوع جريمة الدارك ويب اللي حصلت في شبرا الخيمة. أحمد محمد سعد الطفل ده كان عايش مع والده ووالدته واخواته في عزبة عثمان قبل تاريخ الجريمة أو وفاته اللي حصل يوم 15/4/2024 بحوالي 4 أو 5 شهور. ظهر شاب غريب في منطقة عزبة عثمان. الشاب ده هو طارق. الشاب طارق ده علشان عارف ان المناطق الشعبية ديت بيبقوا كلهم عارفين بعض، وهو لما هيشوفوه هيعرفوا ان هو غريب وهو عايز يبقى واحد منهم، فاتكلم معاهم على انه هو شخص عايز شغل علشان يقدر يصرف على نفسه وعلشان يصرف على مرضه لانه مريض كانسر. طارق قدر بالطريقة دي ان يكسب حب الناس ويكسب تعاطفهم معاه، لدرجة ان الناس هناك في عزبة عثمان توسطوله عند صاحب القهوة اللي في المنطقة علشان يشغلوا معاه، وبكده هو يبقى بيشتغل شغل خفيف علشان ظروفه الصحية، لانه مش هيقدر على الشغل اللي فيه مجهود بدني. وكمان عشان يتقرب للناس اكتر، طارق كان لما بيقعد معاهم كان بيكلمهم بالدين، وكان بيصلي الفرد بفرضه، وكان بيحب يقعد يتكلم مع الولاد الصغيرين اللي في سن المراهقة، اللي في سن أحمد 15 سنة، وكان بيكلمهم في الدين، والولاد كانوا بيحبوه علشان كده. وأحمد ضحيته كان متعلق بيه ومعتبره مثله الأعلى وبيعتبره أخ كبير ليه. وكان طارق بيدي أحمد فلوس عشان يروح يلعب بيها بلاي ستيشن، وكان دايما بيشجع أحمد. اشتغل طارق شوية في القهوة اللي الناس توصله فيها، لكن كان طارق بيغيب كتير عن شغله في القهوة. صاحب القهوة لما لقى طارق بيغيب كتير عن شغله في القهوة كلمه عن سبب غيابه من غير ما بيستأذن صاحب القهوة. فقال لصاحب القهوة إن هو بيبقى غصب عنه أما بيغيب عن الشغل، لأنه بيروح جلسات كيماوي علشان الكانسر اللي عنده. فالراجل تعاطفا معاه علشان ظروفه الصحية فكان بيسكت ويسيبه يغيب براحته. لكن بعد فترة طارق غاب أكتر من أسبوعين عن عزبة عثمان، وبعديها رجع شخص تاني خالص، راكب عربية ويغير موبايله وغير ستايل لبسه نهائي. فلما أهالي المنطقة سألوه عن سبب التغيير ده قال لهم إن سبب غيابه إن كان ليه أخ غني جدا، والأخ دوت توفى وإن هو ورث أخوه. طب يعني في ظرف أسبوعين 3 أخوك توفى وورثت ميراث واتعمل إعلام الوراثة وكل ده، وطبعا الناس عشان في المناطق الشعبية دول طيبين صدقوا الكذبة أو الحكاية الكذابة اللي هو قالها لهم على أساس إن هو اغتنم من خلال ميراثه من أخوه. وفي يوم من الأيام نزل أحمد الشارع علشان يلعب ويروح يلعب في البلاي ستيشن. جه الليل عليه ومرجعش البيت وأهله مستنيين، فلما اتأخر عن المعتاد بتاعه أهله نزلوا يدوروا عليه في الشارع، وابتدى أهل المنطقة يدوروا مع أهله على أحمد. فلما ملقوهوش بدأوا يشوفوا الكاميرات اللي في الشارع، لقوا في الكاميرات إن أحمد كان بيدخل ويخرج البلاي ستيشن أكتر من مرة. يدخل البلاي ستيشن يلعب شوية ويخرج
يكلم طارق ويرجع يدخل تاني. وآخر مرة مشي هو وطارق واختفوا عن الأنظار. فلما الناس سألت طارق عن أحمد قال لهم هو معرفش عنه حاجة، وإنه هو قابله بالصدفة، وبعديها طارق كان عنده مشوار راح مشواره وجه اتفاجئ بموضوع اختفائه. بعد كده أهل أحمد بلغوا الشرطة وعملوا محضر باختفائه. جت المباحث وفرغت الكاميرات اللي موجودة في الشارع، وشاهدوا في تفريغهم للكاميرات إن طارق قبل اختفاء أحمد بوقت بسيط كان دخل الصيدلية. فلما المباحث عملت تحرياتها وسألت الصيدلي عن ايه الحاجات اللي هو طارق اشتراها من عنده، قال لهم ان هو اشترى مخدر وشاش وقطن. وبعد اسبوع من اختفاء احمد، صاحب البيت اللي طارق مأجر عنده الشقة شم ريحة كريهة جدا طالعة من شقة طارق، فبلغ الشرطة وجم رجال الأمن وفتحوا الشقة ودخلوا، لقوا جثة على السرير مدبوحة ومشوهة المعالم، والأعضاء الداخلية طالعة من بطن ومحطوطة في كيس أسود جنب السرير. وجه طبعا المعمل الجنائي، وبعد كده تم إرسال الجثة للطب الشرعي. تقرير الطب الشرعي قال إن تم تعذيب الطفل أحمد، وتم إخراج العين من مكانها، وتم إخراج الأعضاء الداخلية زي الكبد والقلب والكلى ومحطوطة في الكيس الأسود، وإن تم الذبح من الرقبة، وإن في قطع طولي في منتصف الجثة، والقطع دوت غير منتظم. طارق تم القبض عليه، وفي تحقيقات النيابة طارق قال إن هو اللي قام بالجريمة، وإنه قام بالجريمة دي علشان تجارة الأعضاء، وإن دوت كان بالاتفاق مع شخص موجود في الكويت، وده مقابل 5 مليون جنيه. وكان شرط الشخص اللي موجود في الكويت أو المحرض دوت على الجريمة ديت إن طارق وهو بينفذ الجريمة أو بيذبح الطفل أو الضحية إن يطلب الشخص المحرض دوت مكالمة فيديو كول ساعة تنفيذ الجريمة، والشخص المحرض الموجود في الكويت دوت يكون بيتابع تنفيذ الجريمة أو بيشوف تنفيذ الجريمة لايف. وإن قال لطارق الشخص المحرض ده إن هو يقوم بالجريمة، إن هو اللي هيتصرف في بيع الأعضاء ديت، وطارق ما عليه إن هو يجيب الضحية، وده مقابل 5 مليون جنيه. وتم التنسيق مع الجهات الأمنية المصرية مع الجهات الأمنية الكويتية، وتم ترحيل الشخص المحرض هو ووالده. الشخص المحرض اللي كان موجود في الكويت ده طفل عنده 15 سنة، جنسيته مصري. طيب ايه دور والده في الجريمة اللي حصلت؟ للأسف دوره ان الولد المحرض كان بيستخدم تليفون والده في التواصل مع طارق، انما والد المحرض ما كانش على علم ولا دراية بالموضوع ده. عشان كده بعد ما تنتهي تحقيقات النيابة هيطلع براء. طيب ليه النيابة العامة ما نشرتش اسم المحرض ولا اسم والده؟ النيابة العامة تحفظت على عدم نشر اسم المحرض أو اسم والده، لأن من خلال التحقيق مع المحرض قال إن في جرائم دارك ويب تانية تم ارتكابها
وليه فيها شركاء، فعلشان الشركاء ليه دولت ما يتمكنوش من الهرب، صدر قرار بعدم نشر اسم المحرض أو اسم والده. وإن شاء الله هنتابع ايه الإجراءات اللي هتتم في القضية، وإن شاء الله قريب جدا النيابة العامة هتحيل الدعوة لمحكمة الجنايات. وبرضو لينا حلقات أخرى لمعرفة ما تم في محكمة الجنايات في قضية الدارك ويب شبرا الخيمة. إلى اللقاء.